اوعى. طب والله صور حلوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه قوي 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 الصوره دي. ايه ده؟ ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك ازاي تحول صورتك من صوره عاديه الى صوره ذكاء اصطناعي، وكل ده بشكل مجاني ومن غير ما تدفع جنيه. فيديو تاني ومعكم الهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. لو انت متابع الترند كده هتلاقي ان في صور معينه اتنشرت، وهي صور متحوله بالذكاء الاصطناعي. صور حلوه قوي وحاجه زي كده الافاتار، حرفيا بتاخد صورك لعالم تاني. فانا وانت والناس كلهم بحثنا عن البرنامج اللي بيحول الصور الى صور ذكاء اصطناعي، والبرنامج ده بالمناسبه اسمه لينسا للي ما يعرفش يعني. والناس كلها نزلت البرنامج ودخلت واختارت الصور بتاعتها اللي عايزه تحولها للذكاء الاصطناعي، واكتشفت في النهايه ان البرنامج ده عشان يحول لك صورك لازم تدفع فلوس. في 3-4 خيارات كده عشان تدفع، او عروض يعني بمعنى اصح، واعتقد اقلهم يعني لازم تدفع 80 جنيه عشان تحول 50 صوره. والمشكله بقى هنا ان البرنامج حاطط لك رساله فوق وبيقول لك فيما معناه يعني تفتكر احنا بندفعك ليه؟ تستهلك الصور الرمزيه السحريه قوه حسابيه هائله لانشاء صور رمزيه مذهله لك، انها باهظه الثمن، افهم. لكننا والله جعلناها ميسوره التكلفه قدر الامكان. يلا يلا بابا الله يصلح حالك، ادفع عشان تاخد الصور بتاعتك. بسرعه 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 ادفع بسرعه مش لسه هتفكر، ادفع يا باشا. ففي ناس دفعت وخدت الصور بتاعتها، وفي ناس تانية شافت ان الحوار ده مش مستاهل ان احنا ندفع له فلوس، وراحت تدور على برامج تانية تعمل الحوار ده ويكون بشكل مجاني. وعشان كده يا صاحبي انا في الفيديو ده هقول لك على برنامج معين هيحول صورك من صور عاديه الى صور ذكاء اصطناعي، وكل ده بكل سهوله وبشكل مجاني. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده الانستجرام والفيس بتوعي، تنورني وتشرفني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. طب يا جماعه البرنامج اسمه دون اي اي، والبرنامج فكرته بكل بساطه نفس فكره برنامج لينسا اللي هو المدفوع اللي بفلوس. فكرته بكل بساطه ان انت بتختار من 8 ل 12 صوره ليك انت، وتحديدا تكون صور بورتريه يكون وشك باين فيها وتكون قريب من الكاميرا ما تكونش بعيد، وبياخد تقريبا 8 دقائق بيحول الصور بتاعتك من صور عاديه للذكاء الاصطناعي. وانا شايف صراحه ان 8 دقائق ده وقت كويس جدا. يعني البرامج الثانيه بتاخد 18 دقيقه ونص ساعه، البرامج الثانيه اللي بفلوس. البرنامج ده مميزاته ان هو مجاني وسريع، فخلينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي. طبعا يا جماعه هو ده شكل البرنامج زي ما انتم شايفين اهو. ده طبعا البرنامج لينسا اللي هو بفلوس واللي احنا مالناش دعوه بيه، وطبعا لينا دعوه برنامج دون اي اي. هندخل على البرنامج وهنضغط على الخيار بتاع كرييت تاج عشان نختار الصور بتاعتنا. طبعا هنضغط على ابلود من 8 ل 12 صوره. اهم حاجه الصوره دي تبقى صوره بورتريه قريبه منك، ملامح وشك باينه، ما تبقاش صوره بعيده، عشان كل ما كانت صوره بعيده كل ما الصوره مش هتظبط اكتر. فاهم الفكره؟ فوتو لايبراري. فانا يا جماعه عامل فايل كده مختار فيه شويه صور كده زي ما انتم شايفين بورتريه، حاجات متقربه من وشي كده زي ما انتم شايفين. فانا احددهم زي ما انتم شايفين كده، حددتهم كلهم ونضغط على ادد. اوكي زي ما انتم شايفين اهو 12 صوره بالتمام والكمان. وهنضغط على الخيار اللي تحت اللي هو بتاع كرييت 50 افاتارز، هو بيحمل ال 12 صوره زي ما انتم شايفين. الموضوع سريع ما بياخدش وقت، فدي يمكن مميزات البرنامج ده. دلوقتي معاك بالظبط 8 دقائق وبيفحص وشك بقى وبيظبط الدنيا وهيحول لك الصور بتاعتك لصور افاتار او صور لذكاء اصطناعي. تخلص 8 دقائق وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين يا جماعه ال 8 دقائق خلصوا. خلينا دلوقتي نشوف صور الذكاء الاصطناعي اللي طلعت لنا. شوف بقى الصور زي ما انتم شايفين كده. بص الحركات، اوعى بص الحركات، يا سلام حلوه قوي الصوره دي، حلوه قوي. بص ده مين ده؟ بص برضه دي ده ايه ده؟ الصراحه هنا ايه في كام صوره دول بيستعبط شويه بس ما علينا. حلوه برضه الصوره دي، اوعى. طب والله صور حلوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه قوي 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 الصوره دي. ايه ده؟ هي حلوه، هي صراحه حلوه يعني، حلوه قوي يعني صراحه عجباني. زي ما انت شايف ايه يا عم التناكري. بص دي برضه مقبوله، اوعى حلوه دي برضه زي ما انتم شايفين كده. صور الذكاء الاصطناعي ده ايه ده؟ دي برضو حلوه. بص الصور بص عالم تاني خالص. بص برضو دي يمكن شكلي في المستقبلي حاجه زي كده، بس هي تقريبا نتائج يعني قريبه شويه من النتائج اللي في برنامج اللي هو لينسا. انا اعترف صراحه ان برنامج لينسا بيدي مثلا صور يعني افضل واحلى، ده اكيد طبعا، ولكن خلي بالك برضو ان دي يعني صور كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده. ودي برضو حلوه برضو، دي برضو جميله جدا، دي برضو حلوه قوي شايفين كده. والله صور مقبوله والله. ايه ده حول ده ولا ايه؟ صور لطيفه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. عشان بس وقت الفيديو ما يطولش هحاول ان انا احفظ كل الصور دي واعرضها قدامكم. دي كل الصور اللي طلعت لي من برنامج دون اي اي، البرنامج اللي انا قلت لكم عليه واللي هو بيعمل لك صورك من صور عاديه لصور ذكاء اصطناعي، يعني بديلا عن البرنامج اللي هو لينسا. واعتقد ان الصور دي صراحه يعني مقبوله وشكلها لطيف جدا، وصراحه في كام صوره كده صراحه بالنسبه لي عالميين، يكادوا يكونوا صراحه من افضل الصور اللي انا
عملتها يعني، فاعتقد ان هي مقبوله صح، صور معموله بشياكه كده وبشكل مجاني، فليه انت ما تجربش حاجه زي كده؟ جرب يا صديقي. وما تنساش تعمل لي منشن على الانستجرام، عايز اشوف صوركم طالعه بشكل اكثر من رائع، وانا متاكد ان كل واحد هيعمل الموضوع ده الصور تبقى اكثر من رائعه عشان كل واحد فيكم صاحب وجه سينمائي. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين نعمل فيديو عن موضوع معين او برنامج اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معاكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.